تعال اقول لك ليه شركه اتصالات مزعله الزملكاويه في مصر. شركه اتصالات معلن قوي جدا للنادي الاهلي المصري بعد ما الاهلي كسب البنك الاهلي في الجوله اللي قبل الاخيره في الدوري المصري، وخلاص تقريبا شبه حاسم اللقب عن اقرب منافسيه بيراميدز، اللي بالمناسبه اغلب الناس قالت في اول الدوري ان هو هياخد الدوري السنه دي، لكن العبره بالخواتيم. المهم ان اتصالات بالشراكه مع الاهلي نزلوا اعلان جديد بعد الماتش، بس عايز اقول لكم ان الاعلان زعل ناس كتيره جدا سواء زملكاويه او حتى كمان من الاهلاويه، لان من ضمن مشاهد الاعلان ظهر شخص وهو في حاله هستيريه لابس لبس ابيض واتنين بيشدوه على عربيه اسعاف بيضه بخطين حمر، والمشهد كأن الشخص ده رايح على مستشفى العباسيه، ودي كانت اشاره واضحه جدا لجماهير نادي الزمالك اللي بالمناسبه ما سكتوش وقدموا بلاغ ضد الاعلان. انا عايز اقول لكم ان الاعلان فورا يتشال من بيدج الاهلي وكمان من اتصالات، وكمان اتصالات نزلت بيان ان هي ما تقصدش اساءه اي حد، لكن الزملكاويه شايفين غير كده طبعا، وكمان الاهلاويه المنصفين شايفين نفس الراي، لان ده برده كان غريب لان العلاقات بتتحسن ما بين اداره النادي الاهلي والزمالك في الوقت اللي فات. يعني باختصار ان اتصالات كانت تقدر تعمل اعلان اقوى من كده ملوش علاقه لاي مشهد يحمل احتمالين، وكان برضو على اداره الاهلي ان هي تدرس الموضوع كويس جدا قبل النشر. وفي ناس تانية بتقول لك ان الموضوع ده ممكن يكون مقصود من اتصالات وله ابعاد تسويقيه، فكنت عايز اخد رايكم في الموضوع ده، وبجد شايفين الاعلان ازاي؟ ودي